السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نعرض لكم معلومات جديدة عن عودة مسلسل وادي الذئاب إلى شاشة التلفزيون من جديد، ومن من الممثلين القدامى سوف يستمر في المسلسل، ومن من الممثلين الجدد سوف ينضم إلى فريق العمل، ومعلومات أخرى عن هذا المسلسل والذي تنتظره الملايين في تركيا وفي مختلف دول العالم لما حققته الأجزاء السابقة منه من نجاح ساحق. ولكن قبل البداية، إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. قبل كل شيء، فإن الصحافة التركية أكدت على أن المسلسل سوف يستمر، وكل الأخبار التي يتداولها البعض حول عدم استمراره هي أخبار كاذبة. أول الفنانين والذي تأكد عودته وهو الفنان كينان جوبان، والذي يمثل شخصية عبد الحي، والذي شارك في المسلسل من الجزء الأول إلى الجزء الثامن. ومن مفاجآت الموسم 11 هي عودة الممثل عثمان أوبر، المعروف بشخصية تركي قنطرجي، أحد أبطال المسلسل المحبوبين، ويعتبر قنطرجي من الشخصيات المفضلة لدى جمهور المسلسل، وظهر في الأجزاء الأولى من المسلسل بدور مدير المستشفى الذي اختفى فجأة في الأجزاء التالية. ومن الشخصيات التي كانت مع مراد علمدار منذ بداية المسلسل وهو الفنان أورهان أفق، المعروف في المسلسل بعمران أفق، حيث سيستمر بمساعدة مراد علمدار في أصعب الظروف كما في السابق. القائد ياسين، الشخصية التي أحبها الجمهور للممثل أرطغرل شاكار، سوف يستمر أيضا في المسلسل بجانب مراد علمدار. أحد الشخصيات المثيرة والتي ستعود في الموسم الجديد ويسمى الخال شاهين. هذه الشخصية سوف تحل محل الخال سيفو، حيث سيقوم مراد علمدار من إخراجه من السجن ويجعله بقربه باستمرار. هذه الشخصية هي للممثل تورغان تانورغو، والذي يلعب حاليا دورا في مسلسل قطاع الطرق لن يحكموا العالم، حيث سينسحب من المسلسل ويلتحق بمسلسل وادي الذئاب الموسم الجديد. والآن أعزائي المتابعين، دعونا نتعرف عن الشخصيات الجديدة التي ستنضم إلى مسلسل وادي الذئاب الموسم 11. من ضمن أهم الأسماء المرشحة للانضمام إلى مسلسل وادي الذئاب الموسم 11 هي الممثلة الحسناء مريم أوزورلي. مريم أوزورلي والتي لعبت الكثير من الأدوار في الدراما التركية، من أهمها حريم السلطان، ستنضم إلى مسلسل وادي الذئاب، حيث أنها المرشحة الأوفر حظا للعب دور شريكة مراد علمدار. الممثلة أصلي تندوغان مرشحة أيضا للمشاركة في الموسم الجديد. أصلي تندوغان التي لعبت العديد من الأدوار، من أهمها دورها في مسلسل دقات قلبي بشخصية لمياء، ومسلسل أرض العثمانيين. أصلي تندوغان ستقوم بدور الهاكر التي تساعد مراد علمدار في الحصول على المعلومات من أجل إنجاح مهماته. أعزائي المتابعين، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. انتظرونا في الفيديو القادم، هناك شخصيات جديدة وأخبار جديدة إن شاء الله. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.